النهارده جايب لكم عربية كروس اوفر موديل 2026. سعرها نازل 100,000 جنيه مرة واحدة وضمان 5 سنين، ومواصفات تخليك تبص لها مرتين. يا ترى التخفيض ده صدفة ولا السوق بيلعب لعبة جديدة؟ تعالى احكي لك الحكاية من الأول. اللي متابع السوق المصري الفترة اللي فاتت أكيد خد باله إن توكيل جي اي سي جميل موتورز دخل علينا بنفس مختلف خالص. بعد ما نجحت الجي اي سي امباو وكسرت الدنيا مبيعات، التوكيل قال لك ايه؟ طالما الدنيا شغاله يلا نكمل تخفيضات. شفنا قبل كده تخفيض 135 الف جنيه على الجي اس 3 ام زوم، والنهارده الدور جاي على التقيله شويه، موديل جي اس سي جي اس 4 ماكس 2026. العربيه دي بقى حكايتها ايه؟ احنا بنتكلم على اس يو في بطابع رياضي، مش مجرد شكل حلو وخلاص. لا، دي اداء ومساحه واوبشنز محترمه. والأهم، ناس كتير فاكرة إن أي تخفيض يساوي موديل قديم، وده غير صحيح. العربية دي موديل 2026 رسمي. ندخل بقى على المهم، الأداء والموتور. الموتور بتاعها 1500 سي سي تيربو 4 سلندر، قوة 174 حصان، وعزم محترم 270 نيوتن متر. الأرقام دي بقى بتترجم لإيه؟ من 0 ل 100 كيلو متر في حوالي 8 ثواني، سرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة. الفتيس 7 سرعات، دي سي تي، دول كلاتش، تبريد زيت، ويت كلاتش يعني سحب ناعم واعتمادية أعلى. بالنسبة لاستهلاك البنزين، بما إنها هي جر أمامي فاستهلاك البنزين متوسط 6.8 لتر لكل 100 كيلو متر، رقم كويس جدا بالنسبة لحجمها وقوتها. المساحة والأبعاد، العربية دي عائلية بجد. الشنطة 638 لتر، ومع طي الكنبة بيوصل ل 1586 لتر. بالنسبة للأبعاد، الطول 468 متر، قاعدة العجلات 2.75 متر، العرض 91 متر، الارتفاع 1.69 متر، خزان البنزين 55 لتر، يعني ثبات ومساحة وراحة في السفر. بالنسبة للأمان والتجهيزات، هنا بقى جي اي سي لعبتها صح. 8 وسائد هوائية، ثبات إلكتروني، رادار، كاميرا 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، جنوط 19 بوصة، شاشة وسط 10.1 بوصة، عدادات ديجيتال كاملة. والكلام ده كله في فئة واحدة بس، مفيش لعب الفئات، مفيش هات وزود. المنافسين بقى اللي في السوق، العربية دي داخلة تنافس مين؟ من الصين شنجان يونيتي وبايك اكس 55، خصوصا بعد تخفيضها الأخير. ومن بره الصين ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت وتويوتا اوربان كروز. وهنا بيجي بقى السؤال المهم، مين فيهم بيديك كل ده بالسعر ده؟ السعر بعد التخفيض نقطة تحول بقى. السعر كان أعلى، ودلوقتي بعد تخفيض 100,000 جنيه السعر النهائي بقى 1,250,000، يعني 1,400,000 بالظبط. مع موديل 2026 هتاخد ضمان 5 سنين أو 150,000 كيلو. الخلاصة بقى ورأيي أنا، بصراحة جي اس سي جي اس 4 ماكس مش مجرد تخفيض وخلاص، دي رسالة واضحة للسوق، احنا جايين ننافس بجد. لو بتدور على عربية اس يو في اوبشنز تقيلة، ضمان محترم، وسعر منافس، العربية دي لازم تتحط في المقارنة. سؤال بقى للناس اللي بتحب العربيات، تحب ايه اكتر؟ عربية صيني باوبشنز تقيلة وسعر منافس، ولا عربية ياباني بس بتجهيز اقل وسعر اعلى؟ اكتب لي رأيك في الكومنت، ولو حابب مقارنة مباشرة ما بينها وما بين اي منافس تاني قول لي وانا اعملها لك في فيديو مخصوص. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.